المحل اللي موجود معانا النهاردة ده واحد من التحف التاريخية اللي موجودة في القاهرة، واسمه محل شالوم. وده موجود في وسط البلد في شارع قصر النيل. والمحل ده اتأسس سنة 1868، كان بيشتري منه الملك فاروق والأسرة الملكية. ايه حكايته بقى؟ المحل بدايته أصلا كانت في اسكندرية سنة 1868. أصحاب المحل أساسا من بلد فرنسية باسم المحل. لما تأمم المحل في اسكندرية جم على القاهرة أخدوا المحل ده. والمحل كان بيتبع القصر الملكي، وكان في شهادة للمحل ممضية من الملك فاروق إنه مكلف بتوريد ملابس الملك والأسرة الملكية والزوار والضيوف من ملوك ورؤساء الدول اللي كانوا بينزلوا في قصر عابدين، والقصر يجيبهم على المحل ياخدوا اللي هم عايزينه. وكمان الملك فاروق كان بينزل يجيب لهم الهدايا قبل ما يسافروا. المحل فعلا له تاريخ كبير. وعلى فكرة المحل موجود في عمارة الإيموبيليا اللي كان ساكن فيها نجيب الريحاني، وعملنا عنها فيديو قبل كده.